ازيك يا حبيب اخوك عامل ايه؟ مارو نزل البوم كامل امبارح مكون من 23 تراك، كان نزل منهم 5 قبل كده وامبارح نزل الباقي. الالبوم فيه فيتشرز من الوايلي وعفروتو وليجاسي وكريم اسامه ودنيا وائل وحريم تاج السر. الموضوع كله اصلا الالبوم ده لما تسمعه تحس انه بياخدك في رحله كده، تحس انك دخلت فيلم مارو هو البطل بتاعه، انت عايش الفيلم معاه لحظه بلحظه. وانا جاي النهارده عشان احلل معاكم كام تراك من الالبوم لفتوا نظري الصراحه، بس برضه بقول لك دول 23 تراك، يعني لو حل الالبوم كله فيها ساعتين ولا حاجه. المهم يلا بينا نبدا. اول تراك معانا هو فواتير العتاب. دخلت التراك اصلا كئيبه ودي حاجه غير مبشره يعني، بس بتيجي ليالي وتدق لك عالباب. بيقولوا انه مهما نسي الزعل تيجي عليه الليالي بيفتكر زعله ده تاني. شفت الغالي بيتألم قدام عينيا وكنت احكي له احلامي دايما البار ده حزين فشخ. مروان بيتكلم عن والدته وانه لسه فاكرها وهي بتتألم قدام عينه، وهو ساعتها كان بيحكي لها عن احلامه. دايما كاتم الحزن في اعماق الصدر عشان افضل متوازن. بيقولوا انه بيكون كابس جواه الزعل عشان يعرف يكمل. بحاول اخفف عنه واسرق منه الضحكة لما يعاني. بيتكلم برضه عن والدته وانه حاول يخفف عنها ويخليها تضحك عشان تنسى التعب اللي كانت بتمر بيه. معلش الظروف خلتني عجوز. بيقولوا ان الظروف اللي شافها في حياته خلته يكبر سنين كتير وبقى عجوز من كتر اللي شافه. دنيا ضحكت عليا وخلتني اشتري من وكالة ابليس. بيقولوا انه اتلهى في الدنيا واتضحك عليه. نبرة صوته هنا مع الميلودي الملعوبه دي رايقه قوي الصراحه. انه خد مني كل حاجة كانت حلوة في حياتي بالتدريج. بيقولوا ان كل ده ما كانش حاسس بنفسه، ان الشيطان كان غويه مسوق له الدنيا بشكل غلط وهو كل ده كان ماشي وراه. وانا كنت شباب معرفش الصح من الغلط من الاكاذيب. هنا مارو بيبرر لنفسه غلطاته بانها كانت شباب، ما كانش واعي ساعتها. ما انا مجرد انسان عنده شوية احلام. هنا تحس مارو زهق جد كده، فاهم، من كل الحوارات دي، الشيطان اللي سحله معاه حوارات الدنيا. بيقولوا انه مجرد انسان عنده طموح واحلام زيه زي اي بني ادم. لما شفته قدام عينيا بيتعذب وما عرفتش اساعده. بيتكلم برضه على ان والدته كانت بتتألم قدامه وهو مش قادر يعمل حاجه، مش في ايده حاجه يعملها عشان يساعدها بيه. عمري ما حسيت بقيمة اللي في ايديا فبندم في الاخر. بيعترف بغلطاته، والغلطه دي عند كل الناس، يعني عند البشر كلها. الناس كلها بتحس بقيمه الحاجه اللي معاها لما تروح منها، انما طول ما الحاجه موجوده في ايدينا احنا مش بنحس بقيمتها. واظن هنا واضحه مارو قصده على مين. ندمان على الوقت اللي ما قضيناهوش بعد ما الساعة ساحت. ندمان انه ما قضاش مع والدته وقت اكتر من كده. بس كده نكون خلصنا فواتير العتاب. بجد التراك ده سوداوي قوي، يمكن كمان اكتر من البوصله ضاع. ما كانش ينفع اتكلم عن الالبوم ده من غير ما اجيب سيره التراك. المهم يلا بينا على التراك اللي بعده، وهو تراك ياما مع عفروتو والواي. شوف الجمال احمر وازرق واخضر. التراك ده تحسه فواتير العتاب 2، مش عارف ليه. حتى اصلا تحس نبره مارو هي نبره صوته في فواتير العتاب، فاهم حاجه؟ هي النبره واحده. طب واشمعنى انا مش حاسس حاجة؟ ليه هل ده عمى الوان؟ هنا مارو بيقول انه مبقاش عارف يشوف الجمال اللي في الدنيا من بعد اللي مر بيه. هل ده علاج النسيان؟ ماسك في حبال الزمان. بيسأل نفسه سؤال محدش يعرف يجاوب عليه غيره هو نفسه. بيقول هل ده علاجه النسيان؟ يعني لو نسي اللي حصل هل هيعرف يرجع يحس بالجمال اللي في الدنيا تاني؟ مين يواسيني يما محاط بين الاربع حيطان. هنا بيتكلم مع امه وبيقول مين اللي هيواسيه بعد كده، ودخلت البيت حلوه قوي الصراحه. الوايلي هو اللي عامل البيت فاكيد هيكون جامد يعني. بقيت شخصين، واحد بيعلي والتاني بيوطي. ده بيكب مارو بيوصف حالته انه جاله انفصام بعد اللي حصل، فحاسس نفسه شخصين مختلفين. اقدر اغير القدر. بيتمنى انه يكون عنده زرار يقدر يغير بيه القدر عشان ينسى اللي حصل. الحان حزينه جوه قلبي وللاسف انا الموسيقار. وانا مين برضه حلو قوي واظن مش محتاج لشرح، وكذلك فيرس عفروتو كله اصلا مش محتاج لشرح، مفيهوش حاجه معينه تتشرح يعني. وعفرت اداؤه هنا جامد الصراحه، بس حاسسني سمعت التون دي او النبره دي منه قبل كده في تراك. المهم تعالوا نتكلم على الفيتشرز بتوع مارو مع ليجي ومع كريم اسامه. تراك مع ليجي اسمه كلميني بالليل، مليان صور قديمه فردي لا في معازيم ما باجيش. حلو قوي ورايق كده. لازم نتكلم في اللي فاتنا ده كتير. دي احسن حته في التراك كله بالنسبه لي. التراك اصلا خفيف ومفيهوش حاجات تتشرح، انت بس تسمعه وتفايب عليه، حاجه يعني تروق لك اعصابك. فيرس ليجاسي هنا جامد قوي، يعني اسمع كده. النبره دي جامده قوي من ليجاسي. وبس كده. التراك اللي بعده على فين مع كريم اسامه. روتي واحكامي في وجودي وفي غيابي يا ما الشوق وداني.
اوف على الدخله يا جدعان. بصوا هو في تراكات كده بتتعرف من دخلته، يعني التراك تسمع دخلته كده تعرف ان التراك ده هيبقى جامد، واظن التراك ده من دخلته باين اصلا انه جامد. ضلمة بنتدمر والكابوس في دماغي العرض التالي جامد قوي يا جدعان، فيرس مارو حلو فشخ. الدنيا بتحدف على فين شوخ لو بتلت ولا ايه حتف. جامده قوي الدخله دي من كريم اسامه، ودي الكورس اصلا فقويه فشخ وكاتشي تعلق في الود. ابطال بس على الوحشين اسد كل ما تسحلني لو مش واسطه. فيرس كريم اسامه على الرايق خالص، كنتش متوقع الصراحه ان الميكس بينه وبين مارو يطلع جامد قوي كده. وبس عامه الاتنين جامدين والاتنين مأديين حلو في التراك ده، فده برضو تراك ما فيهوش حاجه تتشرح يعني، وانت مجرد تسمعه وتهايب عليه. دي برضو حاجه لازم تتقال. مارو ده شاوت اوت لابي يوسف في تراك تقاطع. في مجاز الانباء والاخبار، دخلت المجال ده بالصدفه لولا الطاي ما كانوش شايفوا مروان. العلاقه بينهم دلوقتي غالبا بقت احسن، بس المشكله اني مش شايف ابيو يعني مارو دايما هو اللي بيعمل له كومنتات بيديله شاوت اوت، بس ما شفتش رد فعل من ابيو عليه، فاهمني؟ ما علينا يعني، دي التراكات اللي حبيت اتكلم عنها. انما الالبوم باختصار فهو هيعيش كتير، دي اكتر حاجه متكامله سمعتها لمارو عامه. البوم كلاسيك فيه روح كده، فيلم وانت عايشه مع مارو لحظه بلحظه، حاسس باللي هو حاسس بيه سواء بلحظه حزن او مسؤوليه، وانت كل ده متعاطف معاه. والصراحه حركه جريئه انه ينزل الالبوم كله مره واحده، دي طبعا هتاثر عليه جدا في الفيوز، بس الحركه دي ادت للمستمع تجربه احسن بكتير من انه ينزلوا اجزاء. بس كده يا صديقي، لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والسبسكرايب.